3 حاجات لو جمعناهم مع بعض هنطلع كرياتيفيتي. مساء الفل. في دراسة لجامعة هارفارد اسمها How to Kill Creativity. كانوا بيبصوا على مديرين في الشركات وسألوا سؤال: لو انت مدير تقدر تشجع الموظفين بتوعك على الابداع؟ الاجابة كانت طبعا ايوه، بس النقطة هنا ان ايوه من الناحيتين، سواء ان انت هتشجعهم ان هم يزودوا الكرياتيفيتي بتاعتهم او هتحبطهم وتقللها عندهم. الابداع جوه كل فرد بيتكون من 3 حاجات: الخبره، مهارات التفكير الابداعي، والدافع. لو قدرنا ان احنا نشجع ال3 حاجات دول هنخلق فريق عمل قادر على انه يقدم لك شغله بشكل مختلف عن باقي الفرق اللي حواليه. طيب محتاجين نبدا نعمل ايه؟ لازم اول حاجه نفهم ال3 حاجات دول. اول حاجه الخبره. الخبره هي المعرفه، البيرسونال والتكنيكال اكسبيرينسز اللي انت بتكونهم على مدار السنين. تاني حاجه الكرييتيف ثينكينج سكيلز. محتاجين نبص على فريق العمل بتاعنا ونشوف ازاي بيواجه المشاكل اللي بتقع قدامه بطريقه مبتكره وبشكل مختلف، وبيتصرفوا ازاي لما الدنيا ما بتمشيش زي ما هم عايزين. اخر حاجه الموتيفيشن. السيلف موتيفيشن بيبقى في اوقات كتير جدا اهم من المكافآت اللي احنا هنقدمها للموظفين، لان ده بيمثل الدافع اللي جواهم اللي بيحركهم تجاه الشغل بتاعهم. عشان كده بنقول لما يبقى عندك موظف موتيفيتد وبيحب الحاجه اللي هو بيقدمها، حاول دايما ان انت تحافظ على البيس بتاعه في الشغل ويكون المود بتاعه على طول بوزيتيف، عشان ده واحد من اهم عناصر تطوير الموظفين بتوعك واللي بيأثر على شكل الورك انفايرمنت عندك في الشركه. زائد ان هو هيكون بيساعدك على انك تطلع افكار جديده تعمل بيها الشغل بتاعك. عشان توصل لاعلى ليفل من الكرياتيفيتي في الفريق بتاعك محتاج تركز على ال3 اسبكتس اللي اتكلمنا عنهم النهارده، وتشوف لو اي حاجه بتأثر عليهم وتبدا تشتغل عليها. حاجه اخيره هنتكلم عنها النهارده، مش بس ان انت توقف الحاجات اللي بتأثر على الموتيفيشن بتاع الموظفين بتاعتك كافي ان هو يزود الابداع في شركتك، محتاج كمان تبقى بتدعم التيم بتاعك بافكار عشان تكبر عندهم الكرياتيفيتي، وده اللي مع الوقت هيخلي شركتك يبقى بيزيد فيها الابداع مش بس ان هو يبقى موجود. ونشوفكم الحلقه الجايه.